هاي يا حلوين، عاملين ايه؟ سبق وشرحنا فصول الربيع والصيف بالتفصيل وعرفنا كل حاجة عنهم. قبل كده كمان اتعلمنا ازاي تحددي فصلك من ال 12 فصل علشان تختاري باليت الالوان المناسبة ليكي بدقة. ودلوقتي وصلنا لفصول الخريف التلاتة، الكلير والوارم والديب اوتوم. وزي العادة هنتعرف على كل حاجة تخص كل فصل وازاي يضيف لمسته الخاصة على ستايلك. ويلا بينا نبدأ ونشوف كل فصل واشراكته الخاصة. واول فصل معانا هو الكلير اوتوم، وهو فصل الوانه واضحه وحيويه مع لمسه دافيه، وبيكون مناسب اكتر للبشرات اللي فيها تباين بسيط وملمس دافي. الالوان بتدي اشراقه طبيعيه ومظهر متوازن، والصفات الاساسيه ليه هي الورم، والصفه التانية الكلير، والصفه الثانويه ليه هي اللايت والميديوم. يعني الالوان بتاعته بتكون واضحه وطبيعيه، فيها حراره بسيطه من الدفء، لكن مش غامقه ولا باهته. بشرات الكلير اوتوم دايما بيكون عندها الاندرتون دافي وصافي، يعني الالوان اللي بيكون فيها لمسة برتقالية او ذهبي او اخضر دافي بتبرز الجمال الملامح اكتر وتظهره. وهنشوف دلوقتي باليت الالوان الخاصة بيه بالدرجات الاساسية المناسبة للفصل ده علشان ما يحصلش اي لخبطة. ولو عايزين كل درجة بدرجاتها يعني الفاتح والمتوسط والغامق منها قولولي هبقى انزلها لكم. والنيوترالز كولر هنا هي الكريم والبيج والكامل والشوكولات براون والسوفت بلاك. وزي ما عرفنا دايما عن الالوان المحايده ان هي مش شرط نلبسها تكون هي اللون الاساسي او تكون هي اقوى من الالوان اللي لابسينها، لا بنلبسها في القطع الاكسسوارز او في الشنط او الشوزات او في قطعه واحده من اللبس بتاعنا، بحيث ان هي تزود الاطلاله جمال اكتر ونقاء، لكن ما تضغيش على الالوان الاساسيه لينا. ودلوقتي هنشوف بعض الامثله العمليه على الوان مناسبه للفصل ده في اللبس. ممكن نلبس جاكيتات باللون الكامل او البني الدافي، بتكون مناسبه لاي ستايل يومي. وكمان فساتين او توبات بدرجات الكورال او الاورنج بتدي اشراقه وحيويه اكتر. كمان ممكن قطع كاجوال زي البنطلونات او التوبات الخفيفه بالذهبي او البيج بتكمل ستايلك بطريقه متناسقه. الهدف من عرض القطع هنا انك تشوفي ازاي الالوان الدافيه والمتوازنه بتظهر على اللبس الحقيقي مش بس بالصور، وده بيساعدك انك تختاري او تنسقي لبسك باليومي بسهوله اكتر. وهناخد لمحه عن المكياج المناسب للفصل ده، وبنختار دايما تكون الواننا دافيه زي البلاشر ممكن نختاره خوخي او مرجاني، وليبستيك ممكن كورال دافي، وشادو ممكن يكون اورنج خفيف او ذهبي، ممكن يكون درجات فاتحه من البني. وحاولوا دايما تتجنبوا انكم تختاروا الوان باهته جدا او بارده زي الرماد البارد او الاسود الغامق قوي او الالوان الباهته جدا. فالافضل نختار الوان دافيه وصافيه تخليكي مشرقه اكتر. نيجي بقى لتاني فصل معانا وهو الورم اوتوم، وهو فصل دافي ومشرق جدا، وهو بيكون انسب للبشرات اللي بيكون فيها لمسه ذهبيه او دافيه. والصفات الأساسية ليه هي الورم، والصفة التانية اللي بيكون ميديوم أو الديب، والصفة الثانوية هي الكلير. يعني ألوانه هتكون دافية وطبيعية ومشبعة بتبرز الحيوية والدفء الطبيعي للبشرة. كمان الأندرتون هنا بيكون دافي وواضح، فالألوان الأنسب له بتكون اللي بيكون فيها لمسة أورنج أو ذهبي أو أحمر دافي. ودي باليت الألوان لفصل الورم أوتوم، وهتلاحظوا هنا ان الدرجات كلها دافية وطبيعية. والالوان المحايدة هي الكريم والكامل والشوكولات براون والورم توب والسوفت بلاك. كل لون هنا بيكون متناسق مع دفء الفصل وبيبرز اشراقة بشرتك اكتر. دي بعض امثلة لللبس علشان توضح الصورة اكتر. والمكياج ممكن نستعمل بلاشر خوخي او اورنج خفيف، والبيستيك كورال دافي او اورنج، وكمان الشادو ممكن نستعمله ذهبي او بلون الكراميل. وزي الفصل اللي قبله هنا كمان لازم نتجنب الالوان الباهته جدا او البارده زي الرمادي البارد او الاسود الغامق او الالوان المطفيه جدا. الافضل نختار الوان دافيه وصافيه تبين الطاقه والحيويه.
واخر فصل معانا وهو فصل الديب اوتوم، وهو فصل غني جدا وبيتميز بعمق الالوان، وبيكون انسب لاصحاب البشره الغامقه او المتوسطه اللي محتاجه الوان عميقه تبرز في بشرتها اكتر. الصفات الاساسيه ليه الديب، والصفه التانية وورم، والصفه الثانويه ليه هي الكلير. والافضل هنا نختار الوان تكون غامقه ودافيه وغنيه لانها هتبرز التباين الطبيعي للبشره اكتر. والاندرتون بتاعه هنا هيكون ديب وورم، والدرجات المناسبة ليه اكتر هي الاورنج او البني والاحمر الدافي او الزيتوني بتكون مثالية ليه. ودي باليت الالوان الخاصة بيه. والالوان المحايدة هنا الافضل نستعمل شوكليت براون والكامل والورم توب الغامق والسوفت بلاك. الالوان الغامقة هنا هتكمل الاطلالة اكتر وتبرز دفء البشرة. وتجنبي دايما تختاري الوان فاتحة جدا او باهتة زي الرمادي الفاتح والبيج الباهت جدا والالوان المطفية الخفيفة. الافضل تختاري الوان غامقة ودافية وصافية عشان تبرز جمالك اكتر. وبكده نكون وضحنا كل فصل من فصول الخريف الثلاثة وطريقة اختيار الوان اللبس والمكياج المناسب، والاخطاء كمان اللي لازم نتجنبها والالوان اللي نبعد عنها. في الفيديو الجاي هنتكلم عن فصول الشتاء والوانها المميزه وازاي تستخدميها في ستايلك بكل ثقه. كمان ممكن يوم الاثنين انزل لكم الوان الخريف للسيزون 2025 المناسبه مع كل فصل. وقولوا لي في الكومنتات ايه رايكم في الفيديو، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير علشان البنات اكتر تستفيد. باي باي مبدعين، واشوفكم على خير ونكمل حكايتنا في الفيديو الجاي.